ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا يجزون
مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله ليس الإيمان بالتمني، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهذا هو الحال. العلم القرآني حفيد مولانا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وقارئ مصر والعالم الإسلامي وعميد المدرسة الصمدية فضيلة الشيخ أحمد مصطفى عمر. لم يكن الإيمان بالآيات إلقاء، ولكن إحساسا ويقينا. لم يكن الإيمان بما ختم من الفرقان لعباد الرحمن، فلا بد من جهد وعرق وبذل حتى أصل إلى رضا الله العلي الأمان. من خواتيم الفرقان عشنا مع فضيلة القارئ هذا الجهد لهذه المدرسة الكريمة الإيمانية المباركة، ونحن نكرر معا من هذه البقعة الإيمانية الطاهرة راحلة كريمة في ليلة من الليالي الكريمة على قلب سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ليلة التروية، ليلة الراحة، ليلة الطمأنينة، ليلة الإسراء والمعراج. فقيدة قبائل العرب العبدة، أسر وعائلات الكرامة. إخوة الإيمان والإسلام، شاكرا باسم السادة الحضور الحاج إبراهيم عيد سالم والحاج محمد عيد سالم، معالي الدكتور سالم عيد سالم، معالي المستشار سليمان عيد سالم، ومن لهم صلة بالراحلة الكريمة، شاكرا إلى السادة الحضور والجمع الطيب، وأسأل الله أن يكتب في ميزان الراحلة الكريمة. شكر وتقدير العميد صوتيات مصر المهندس محمد فوزي المقيم بكرم ورجوع فرسكور دمياط. كبرى مخازن الفراشة المعلم مداح عمارة عزبة العرب اسكندرية الجديدة. إنارة أولاد الجراحة المقيمين بقرية العرب اسكندرية الجديدة. مجموعة كافيهات عبد طه المقيم بالجمالية. مخرج حفلنا اليوم المهندس عمر الشامي المقيم بالجمالية يا قهرية. مهندس أحمد عامر صوت القرآن الكريم. أخي المهندس الكريم شكرا الله. معالي المهندس الكاميرا، معالي المهندس إبراهيم سالم، تصحبكم سلامة الله وأمنه، وإلى أن نلقاكم في الديات القادمة. أترككم في رعاية الله.